يا أخي واضح فرحة الغرب والنصارى كفرحتهم بالوليد، كفرحتهم بأبنائهم، فرحانين يا شيخ، مبين الضحكة والشدق العريض مبينين يا شيخ. فرنسا بتمد بسلاح عينك عينك، وأمريكا وإيطاليا وكندا. يا أخوانا أمريكا جائعة ورب العالمين إنها جائعة. بريطانيا جائعة، قبل 20 عاما كانت أفقر دولة أوروبية. صرحوا هذا العام من الحكومة آلاف الموظفين، ويعدون فقراء ليبيا الثوريين بالمليارات. كيف يا شيخ؟ لو كان معاكم كلوا فيها. العجيب انه النخب الحزبية والفرق تهلل لهذه المصائب وهذه الجهالات. أي خلافة وأي فرج يرجى إمامهم في ساركوزي والناتو. شو يا حجار اقسم بالله نشعلك، نشعل فيك النار والله نشعلك. يا ثوار اطوى كيفك تفكروا، اسير جريح مسن كيفك تحقروه. يا حجار اقسم بالله نشعلك، نشعل فيك النار والله نشعلك. يا ثوار اطوى كيفك تفكروا، اسير جريح مسن كيفك تحقروه. يا حجار المسلم راجل يكره الحقرة، مش جاهل من التاريخ، متعلم ومدي العبرة. سيري كي دار الثورة ما خممش في الخسارة، ما استعانش بحلف الناطو تاع اليهود والنصارى. الشعب التونسي الاعزل كي طيح بالنعلي، خطاك وصل منع المواطن باه يصلي. الشعب المصري اعزل طيح مبارك حسني، خطاك عميل وهو اللي ضيع فلسطين. الثورة في افغانستان وفرق يا انسان بين ثورة على الحرية وثورة على الاسلام. ملا عماها فردوا يا اخي مهابلة، قالوا لي باللي جاهل كان من اول المشاكل. ثورة على الجهل يعني كي عدتي جاهل، عبالك باللي جاهل ودير في الثورة يا اخي جاهل تستاهل. والدليل باللي عقليتك حابسة، هبطي علامك وبيدك رفع علامة فرنسا. حبت فلونسا حبلي كاباري ولي بار، درتو العارة كي عدتو جبانة كبار. تريسيتي والمبلاش المازوت بحدا بلاش، الغرامة ما كانش والبنك الربا ما كانش. الطالب اللي يتخرج دارلو الزعيم شهرية، والليبي ممنوع ليه باه يخدم عند الليبية. عايش مكرم محترم وش تقول كي نقول كل عام يجيه للدار حقهم البترول. اللي قلبه بارد محال يحس بالألم، ستندم يا داب يوم لا ينفع الندم. جرد مكمل بالدارجة انت كافي، كيف مهما شي في طريق يدعم فيها برنر ليفي. يا بهيم برنر ليفي يعني صهيوني، يعني هو اللي يقتل في خوك الفلسطيني. عدو صديقي افهم هو عدوي، يا حمار حل عينك شوف شوية وضوي. كي داروا الكاريكاتير وسبوا رسولك، غير القذافي سحب السفر تاعو من الدنمارك. ونهار بوش عدم صدام في بغداد، غير القذافي وقف واعلن الحداد. في وقت صاركو مجد الاستعمار الفرنسي، قذافي جاب من ايطاليا اعتذار رسمي. القذافي شيكور شكون قال طز في امريكا بلا امك ويبقى زعيم زعماء افريقيا. كروه خطاك نهار حكم الجمهورية، ترد كل القواعد العسكرية الامريكية. بكل عفوية يهدر مسكين بقلب صافي، ما يختلفوش اثنين على شجاعة القذافي. 8 شهور وهو يدعو للتفاوض، كان قادر يقتلهم كامل مي قلبه ابيض. هما اللي شبعوا هما اللي حبوا الفوضى، قتلوا خاوتهم به اسرائيل تحصد الفايدة. يا اخي هجموا على مخازن السلاح كيما الهمج، وطاحوا على الذخيرة سربي سربي خرج ومشوا منطق به الحكومة تبقى تتفرج. وكان صرات في الامريكان نقول لي اوباما ما يهدرش. ومن الاسباب الاخرى اللي خلات الامريكان تطمع في ليبيا هي لا كريز مونديال. من جهة باه تدير اتفاقيات كبار على البترول التسليح واعادة الاعمار، ومن جهة اخرى باه تضر المنافسين القوى الاقتصادية كيما روسيا والصين. والدليل كي تشوف الصين عندها شركات في ليبيا خسرت مليارات الدولارات. ونرجعوا للثوار اللي دارهم الناطو حمار، ما فاهمين والو قاعدين يحاربوا مع الكفار. يوم مسلم يقتل مسلم في الشريعة حرام، ونعلبوا الحرية اللي تجي على حساب الاسلام. والاعلام تاع الخنزيرة ودمار بالمازوط قاعدين يطفيوا في النار. غير الاخبار من جهة واحدة ما فهمناش، امير قطر قتل باباه وعلاه ما هدروهاش. مثال صغير على
يصير شوف وين راحوا. نهار قالوا باللي سيف الاسلام سلم روحه، حبوا يطيحوا من قيمته للمشاهدين به يطيحوا من عزيمة المجاهدين. اثروا في الناس عادة الديمقراطية تجي قبل الاسلام سينو ديكتاتورية، وكي عاد معمر ديكتاتور مالا هتلر خاطي، ستالين وحده قاتل 20 مليون سوفيتي. عادي عادوا يلعبونا بالعقول، يا اخي ضحكنا على القذافي في الاول قلنا مهبولة، كي قال ذم ارهاب حابين غير البترول، في الاخر صح اصدق في كل وش كان يقول. كي عاد الوحيد اللي قاعد ينادي بالوحدة، كي عاد الوحيد اللي فضح الامم المتحدة، محال يتحاكم لازم يقتلوها، وخطر على امريكا اوروبا اسرائيل وقطر والمسلمين. حفظوا الميم وتختيراسي دارت لهم الجزيرة تنويم مغناطيسي، حيرين وجامي قالوا وعلاه تتضرب غير امة الاسلام امة العرب. اسلام ثوار الناطو عنده معاني اخرى تكبر وتتعدى جنسيا على الاسرى، صار كيفك الرسول تاعنا وصى، صار كيفك تتعامل مع الاسرى يا حمار. ما فهمتيش درس عمر المختار، نهار حكم اسير من ايطاليا وجدار، وانت تنكل بجثة لوكلك وقراك، يا والحرية بلا اسلام غير مسحبها خراك. كي تقول لك تل الالاف انتك مضبع مسلحين متمردين، نشوفوا يدي الربع مش بلاد القذافي، ليبيا بلاد الحبيب، يا وعيب تقتل مسلم تحت راية الصليب. معليش نموت صابر ما ظالم القذافي، بصح محال نقتل مسلم كيف وكيفي، عزيز قوم ذل بالكف يتضرب، شوهتوا صورة الاسلام والعرب. كي تقول لي جاهل لا هو على بالو بيك جاهل، عاديك يخاطب في الجميع باسلوب ساهل. كان انتم بركة فقتوا للماسونيين، القذافي هدر عليهم في 88 اللي قالوا صرا يا اخي شفناه وش تحساب، ماشي تنبؤات اللي هضروا كل حساب. ومن الاسباب اللي خوفت امريكا والموساد حب يزيد الدينار الذهبي للاقتصاد. شوف معايا تخمامة تاع هذا الانسان حب ينصر الاسلام ويوحد الاوطان، مي خانوه الاعلام وخانوه الجردان، كي قال راني محال نركع للماريكان. يا اخي اقترح مشروع الوحدة في العلن، قالهم ما تساعدناش كل واحد يعيش في وطن، قالهم بترول ليبيا نشو تاع الليبي، قالهم من حق التونسي السوداني والمغربي. تحية ليك في عيني راك انتصرت، تحية ليك في وش درت وش هدرت، تحية ليك في عيني محال خسرت، تحية للي ولد في سرته ومات في سرته، تحية للرجال البارود والبندقية، تحية للي بات في الخيمة العربية. وقف تحية احترام وافي للقائد الزعيم معمر القذافي، قائد الزعيم معمر القذافي، معمر جدي عبد السلام بوليار اول شهيد سقط فوق الخوف في اول معركة عمل في احداث. انا سأموت معه شهيد في النهاية. وهم ينتظرون اليوم الذي يحل فيه المشكل الفلسطيني لكي يتفرغوا للهجوم على بقية الشعوب العربية. الخندق الفلسطيني يقاوم نيابة عنكم، يجب دعمه وحشد كل الامكانيات وراء الخندق الفلسطيني، لان الخندق الفلسطيني هو الخط الامامي للدفاع عن الامه العربيه. اذا سقط هذا الخط ستتقدم القوات الاسرائيليه الى البلاد العربيه من محيط الخليج. هذا يتاتى بالوحده فورا، توزيع الثروه على كل سكان الوطن العربي، وبترول العرب للعرب. تونس ما عندها بترول، ليبيا عندها بترول، غلط. البترول اللي في ليبيا ملك للتونسي وملك للليبي وملك للسوداني وملك لليمني. الشعب الجزائري اللي يدك البير شرب، ويجب ألا نكون مثل الشعب الفلسطيني مرة أخرى. اليوم ليس هناك حماية للوحدة العربية، ما تسمعوش أي كلام. يا وحدة العرب يراد تشتيتكم، هذا يتحدي، أمة تتحدى فيكم، يجب أنكم تتحدوا هذه الأمة. لماذا؟ هل أنتم جبناء؟ ما عندكوش إمكانيات؟ ما عندكمش حق أن تعيشوا تحت الشمس وفوق الأرض بجدارة؟ أمة أمريكية تتحدى فيكم، يجب أن تتحدوها، مش تطاطوا الراس أمامها. أمة أوروبية تتحداكم، يجب أن تتحدوها، ولو نقدم ملايين أخرى في سبيل هذا التحدي. لو يبقى مليون عربي حر يكفي. ثم يأتي الدور على دجلة والفرات سيتم احتلالها. هذه أمة في خطر.